إليكم لائحة أسود الأطلس لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا ومفاجآت جديدة للركراكي. كشف وليد الركراكي الناخب الوطني عن لائحة المنتخب المغربي لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. ويخوض أسود الأطلس بداية من يوم الخميس 8 يونيو 2023 تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، تحسبا لمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من منتخبي الرأس الأخضر لقاء ودي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم الاثنين 12 يونيو 2023، وجنوب إفريقيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار بجوهانسبورغ يوم السبت 17 يونيو 2023. ولهذا الغرض وجه وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 28 لاعبا، وفيما يلي قائمة اللاعبين في حراسة المرمى يوسف المطيع، مهدي بن عبيد، منير المحمدي وياسين بونو. أما في الدفاع آدم ماسينا، فهد موفي، عبد الكبير بقار، جواد اليميق، شرف دار، إسماعيل قندوس، نصير مزراوي، غانم سيد، نايف أكرد، أشرف حكيمي. أما في وسط الميدان سفيان بوفال، إلياس الشاعر، حكيم زياش، عمران لوزة، يوسف مالح، عبد الحميد الصابيري، وسفيان مرابط، أسامة إدريسي. أما في الهجوم طريق تيسودالي، عبد الرزاق حمد الله، وليد شديرة، أنس الزروري، ويوسف نصيري، وزكريا بوخلال.